ليها مستوى كبير من الناحيه السياحيه، خصوصا هي اراضي بكر هناك. فيها طبعا محميه جبل عيبه، فيها محميات كتير، فيها شواطئ غنيه بالاسماك متنوعه والشعاب المرجانيه. عدد سكانها 23,544. المطارات الموجوده فيه فاكر انت بتتكلم عن شركتين ان حلالي انها تطلع عندنا 50 لكن لو احنا بصينا حتى البحر عندنا 150 كيلو دولار ودونا انا من منصور ودونا من منصور لاسكندريه، شوف بنعدي على كام مدينه مش كده؟ فانا ارجو يعني برضه من ضمن الحاجات الحلالي لانها بتبعد عن شركتين حوالي 150 وفيها عدد سكان اكبر من الشركتين. لما تبقى تجيب وتاخد احنا عندنا شركه كان عندنا 12 بس اسكندريه وهو ما اعرفش بالظبط فين الدولار وبقت كبيره المحافظه ده ما ده اللي انا بقول عليه يا فندم انا لسه جاي انا لا انا اللي بقول يا فندم انا بقول يعني انا مقتنع بده فعلا يعني. المطارات مطار الغردقه مستوعب 7 مليون راكب، مستوعب جميع مواد الطيارات، وجاري تطوير المطار مستوعب 9 مليون راكب. مطار مرسى علم بيبقى من خلاله نص مليون راكب سنويا. بالك عدد الطيارات اللي نزلت خلال السنه 24,285 طياره. ايوه فندم. المتوسط 67 طياره يوم، عدد القادمين عليها 3,214,554 راكب، المتوسط 8,807 سائح في اليوم. المواني عندنا 2 مينا تجاري اللي هو مينا سفاجة ومينا غردقة، لأن مينا غردقة برضه مينا تجاري بيطلع منه الركاب، إنما مينا سفاجة بيطلع منه الركاب، مينا غردقة بيطلع منه الركاب إلى ضبع وينبع وجدة. عدد 4 مينا سياحي الغردقة وبورتغالي والجونة ومرسى علم. عدد 7 موانئ خصوصية يعني بيعتمد فيها مواد صناعية أبو الدكتور وجبل الزيت والجونة وراس شقير وراس دارج ونصير والحمراوين وبوكسون. شبكة الطرق اللي بتخدم البحر الأحمر شبكة طرق طولية أرضية بطول 2,900 كيلو متر. الطرق الطولية حتى حدود المحافظة الطريق الطرق الأرضية حتى حدود محافظة البحر الأحمر الإدارية مع المحافظات الثانية. طريق زعفرانة قريمات بطول 82 كيلو حدودنا مع محافظة بني سويف لغاية 82 كيلو. راس غارب الشيخ فضل 250 كيلو وطول طريق كله 250، انما حدودنا لغاية محافظة المنيا 150 كيلو. سباجة هنا 85 ومسافتنا 160 كيلو. سير قبط 85 كيلو. مرسى علم يبدو سير معقول بتكلم على حدودنا بيتكلم على الحدود مش على طول الطريق. مرسى علم يبدو 140 كيلو. برنيس أسوان 220 كيلو. شرقين منفذ سهيل وطول 210 كيلو. طرق طولية زعفرانة راس غارب 105 كيلو. راس غارب الغردقة 150 كيلو. الغردقة سباجة 60 كيلو. سباجة القصير 80 كيلو. القصير مرسى علم 135 كيلو. مرسى علم الشرقين 250 كيلو. الشرقين حتى خط عرض 22 200 كيلو. لا دول غرب. لا في الزعفرانة راس غارب من الزعفرانة غارب الغردقة ده مستوى. من الغردقة سفاجة مستوى. من سفاجة حتى كيلو 35 مستوى. فردي بعد كيلو 35 حتى شير وحتى الحدود
وبيشتغل كده كنا مع السيد وزير النقل ان احنا ان شاء الله هنعمل الجواز. وفي نقطه مصر عليها السيد ما ان شاء الله هتتعمل يعني باذن الله. طبعا السيد الوزير قال على يعني اللي هو ساكن الطريق الدائري وده انا مصر لان النقل كتير عشان نخش جوه المدينه يعني اعتقد ده شكل مستحيل ان انا هعطيها. فباذن الله ده بنقول اولويات ان احنا هنعملها وتحكم سياده الوزير لو كان اختيارا بس هو قال امكانيات شويه يا فندم ان شاء الله. لازم تخطيط كل تخطيط مليون جنيه بس يكون وبعد كده ممكن يناول المشاهده ان شاء الله. التعليم في محافظه البحر الاحمر عندنا 165 مدرسه ما بين اعدادي ثانوي والمتنوع. عدد الفصول 2165 فصل. التلاميذ عندنا 66604. عدد المدرسين 5676 مدرس. عدد المدارس المزوده حسب الآن 165 اللي هي كل المدارس. التعليم الازهري عندنا 64 معهد. عدد الفصول 348. اجمالي عدد التلاميذ المقيدين 7021. عدد المدرسين 1191. قطاع الصحه فهم فن الرئاسيه فن الغردقه في مدرسه تجريبيه طبعا ده يعني مستوى رائع يعني وغالبا مدرسه تجريبيه على مستوى الجمهوريه يمكن احسن يعني حاجه رائعه يعني دي كانت تجربه رائده يعني مدرسه تجريبيه. نرجع المستشفيات عندنا المستشفيات اللي هي تتبع ديوان عام الوزاره هي مستشفى 30 مركزي واحده ودي فيها مفعلا ودي 12 سرير. المستشفيات العامه مستشفى الغردقه ودي 210 سرير. المستشفيات المركزيه اللي هي في مدينه الغارب والسفاجه والقصير والمرسى علم والشراكيب دي فيها 183 سرير. المستشفيات النوعيه واحده اللي هي مستشفى الحميات ودي فيها 40 سرير. المستشفيات الخاصه عندنا 13 مستشفى دول معظمهم متركزين في المدينه. وعلى فكره الجونه برضه مستشفى الجونه دي الصحة الحكومي عندنا احنا الحكومي طبعا الحكومي عندنا احنا هنا المستشفيات المركزية كلها اوائل. بس انا قلت لهم فكره حاجه يجوا عندنا حاجه يشوفوا المستشفى المركزي في حاجه تعرفوا انها لان احنا عارف انا رحت المستشفى حاجه شفتها رحت المستشفى الله فيعني احنا دايما بنقيس وده الامل ان ما نبص يعني على القصه بتاعت شهيد المستشفى بقى بيجيبوا كممثل في الاعلى فقال له انت قال له خسيت انا كان ممثل الاعلى وصاحب سلام ما بقتش شهيد دي حقيقه. فاحنا بنبص دايما على الكمال ولما نوصل بقى نقدر نوصل. انا بقول لك مش هديك حاجه عشان وانا بقول على كده مش هديك حاجه بس انا بقول لك تعالى نروح نشوف هنختار من احنا مصر توصل للجونه معلش انا بقول لك يا فندم طبعا بشريه موجوده في وفره الاطباء. لا انا بتكلم عن وفره الاطباء. تغيير الاطباء تجي في مركز لا تقطع الصيانات لو هات التنبيش عندنا 348 تنبيش
ما انت طبعا هتشوف مالك حاجه ايه حاجه مباراه تنس مالناش فيها احنا كان كريم على